الله يمسيكم بالخير، شو اخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم الصراحة مستعجل، فقلت بسوي ريوق شي خفيف. فعندي ساور دو في الفريزر. طبعا هالساور دو مثلج، انا مسويه. عندي ساور دو بالحبوب. المهم، فبصخنا الحين وبيرجع فريش نفس ما كان. وعندي الشيري توميتو او الطماط الصغار اللي بهالشكل. وعندي ريحان مجفف اللي هو البيزل. عندي جبنة بارميزان. عندي ملح وفلفل أسود وزيت زيتون. طبعا هاي الأساس. وتقدرون تضيفون بيض إذا حابين سورس اوف بروتين، يعني أو تحبون تدخلون بروتين في أكلكم، تقدرون تضيفون البيض. فبس بسوي نفس خلطة بسيطة بالطماط على النار، وبعدها إن شاء الله برويكم الطريقة. أول خطوة بسويها، باخذ المقلاة أو البان وبشغل النار. فالحين اللي بسويه نفس ما قلت لكم، عندي توست، بس بنطر المقلة تسخن وبعدها بحمص التوست على المقلة. شوية زيت زيتون، وشوية زيت زيتون على الجهة الثانية، وبس نخليها تقريبا دقيقة كل جهة عشان تتحمص وتاخذ لون حلو. وبعدها إن شاء الله برجع لكم بعد دقيقة تقريبا على نار عالية. خذ عندي الخبز لون حلو. فالحين بنقلبه على الجهة الثانية عشان يتحمر، وبعدها بنستخدم نفس المقلة عشان نكمل الوصفة. خلاص بهالشكل الخبز عندي جاهز وخذ لون حلو. طبعا نفس ما قلت لكم الخبز هاي مثلج مفرزن. تطبخونه، يعني تخبزونه فرش، تقطعونه وبعدين تدخلونه الفريزر ويتم معاكم شهور ولا يتغير. طبعا على نفس المقلاة لاحظوا شلون المقلاة تطلع دخان من كثر ما هي حارة. عادي مو مشكلة، على طول بنزل الطماط وبتلاحظون انه بيبتدي يطلع صوت معاكم. و لان المقلاة وايد حارة فعادي الامور طيبة. لاحظوا شلون على طول بيبتدي ياخذ لون معاكم. بس مجرد انه يبتدي ياخذ لون نقلل على النار ونخليه. طبعا الحين تخلونه على نار متوسطة لين ما يبتدي يذبل معاكم. ولاحظوا ترى اهم شيء في الموضوع اللي هو هاللون. اللون هاي هو اللي بيعطينا نكهة. جربوا الطريقة، متأكد بإذن الله 100% بتعجبكم، اللي يحبون الطماط أكيد. طبعا بعد ما توصلون هالمرحلة الطماط بيصير معاكم لين. خلاص الحين نقدر نحط الملح، الفلفل الأسود. كثروا فلفل أسود لأنه يطلع حلو مع الطماط. في النهاية بحط زيت الزيتون. تلاحظون الحين الطماط بيبتدي يذبل ويتقطع معاكم، وهاي اللي هو يعني هاي المطلوب اللي نوصل له. طبعا لما تطبخون الطماط ضروري تحطون رشة السكر عشان تعدل لكم حموضة الطماط. الحين بحط البيزل. انا عندي ريحان مجفف قلت لكم، بحطه اوراق كاملة. بعد ما جهزت الحمسة عندنا او الخلطة، خلطة الطماط، لاحظوا شلون صارت بهالشكل. ما شاء الله ريحتها عجيبة، مع انه
المكونات بسيطة. خلص الحين بسوي بيض مقلي فرايد ايج، شوية زيت زيتون وبيض اكيد. بسم الله، بس واحدة كفاية. وبس بهالشكل الطبق جاهز وعليكم بألف عافية. طبعا وايد بسيط الطبق بس وايد لذيذ، لازم تجربونه خاصة حق اللي يحبون النكهات الإيطالية، مثلا يحبون الطماط البارميزان، هالأمور تقدرون تجربونها وتعطوني رايكم، وعليكم بالعافية مقدما. خلاص الحين بتريق، وهني عندي الكمبوشة، طبعا الهوم ميد كمبوشة. هالكمبوشة شراب عقب أقول لكم عنه إن شاء الله، الأغلب يعرفه. خلاص، بس هاي الطبق وعليكم بالعافية.